أنا هقول لك مفاجأة. أنت عارف إن عدوك الحقيقي مش بره، مش واحد ظلمك، مش واحد ضايقك، مش واحد داسلك على طرف. أنت عدوك الحقيقي، عدوك الحقيقي جواك. أنت متخيل إن كل الحاجات اللي أنت كنت فاكرها من بره طلعت من جوه؟ تعال أنا هقول لك أخطر 10 أعداء أنت ما كنتش تتصور إنهم موجودين أصلاً. أنت كنت فاكرهم الناس التانية، بس أنا هقولك هما مين. لايك وشير وكتير. أول نسخة جواك بتضايقك وبتوجعك ولازم تواجهها وتنتصر عليها هي إنك بتستسلم بسرعة. أنت بتستسلم بسرعة، أول لما تتوجع تهرب، أول لما تحس إنك تعبت شوية خلاص أنا هريح، أنا مش قادر. أنت عدوك الحقيقي، عدوك الحقيقي جواك بيستسلم بسرعة، بيخلي أي حد ينتصر عليه، بيتعب من الجدال فيمشي، بيتعب من المواقف فيجري، فأي حاجة هو بيهرب بسرعة، بيستسلم. بس ده مش أنت، ده نسخة قديمة منك، نسخة من وأنت صغنن بتفضل جواك وتفضل تكبر 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 وتتعامل كده في المواقف دي. فآن الأوان تكبر على الصورة دي. تاني نسخة منك محتاج تعدلها هي شهواتك اللي بتحب تشبعها بسرعة، زي الأكل اللي هو بالنسبة لك متعة سريعة، أو الموبايل إنك تفضل تسكروله وما بتعملش حاجة. كل الحاجات دي بتشدك لتحت. لازم تنتصر دايماً على إحساسك بالمتعة السريعة، ولازم تعرف إنه النجاح يعني لازم صبر ومثابرة، الاتنين. والصبر والمثابرة بيخليك توصل للنسخ اللي انت حابب تكون عليها. والنسخ دي مش المفروض تبقى في أفكارك بس، انت كمان لازم تطبقها في الواقع. يعني لازم نشوفك في الواقع كده صبور ومثابر الاتنين. حاول تزق معايا الدنيا شوية، زق معايا اليوم، خلينا نعدي. مخاوفك اللي لبستها لبس شخصيتك، إنك تخاف تترفض، أو إنك تخاف تفشل، أو بتخاف من كلام الناس. كل الخوف اللي انت بتحس بيه ده مش بيحميك، الخوف ده بيسجنك، بيسجن النسخة الحلوة اللي فيك وبيطلع لنا نسخة سيئة تماماً. حاول تعرف انت مين وخايف من ايه واكتب مخاوفك. انا بقولك اكتب مخاوفك عشان لما تقراها يا إما تضحك على نفسك، تعرف إنه إيه الهبل اللي أنا كنت بفكر فيه ده، أو إنك تتفادى الحاجات اللي بتخوفك، أو إنك تعرف إيه اللي بيخوفك قوي فتشتغل عليه. بس ده الخوف الحقيقي اللي تشتغل عليه. لكن الخوف اللي كده وكده ده المفروض تكتبه وتقراه عشان تعرف إنه أي كلام فتسكروله زي الحاجات اللي ملهاش لازمة على الموبايل. المتواضع بيتعلم والمغرور بيكرر. فانت دايما عشان ما تكررش اخطائك حاول تسمع وتشوف انت غلطت في ايه، وتحاول تشوف هو الكلام اللي بيتقالك صح ولا غلط، وتحاول تطبقه مع نفسك شوية بشوية. يعني ما بقولكش اقعد اسمع وشوف لا، احنا لازم نقرا طول الوقت، ولازم نعرف احنا فين وعملنا كده ليه، ولما وقعنا ليه. فندرس ونسمع ونشوف آراء ونشوف حاجات، فنحاول نخرج من المكان اللي احنا فيه. لكن ما نفضلش نكرر ده لا احنا فاهمين هو بيتدخل الباب من هنا، اسكتوا انتوا. كل يوم بتأجل فيه الحاجات اللي المفروض تعملها هو بينقص من رصيد نجاحك، هو بياخد من أيامك وبياخد من فرصك وبياخد من الوقت المتاح لفرصك. فكل ما بيعدي الوقت انت بتاخد من الرصيد. فحاول تخلي بالك من وقتك وتخلي بالك من رصيد نجاحك. الإرادة مش معناها إنك تقوم كل يوم مبسوط، الإرادة معناها إنك تقوم كل يوم وإنت مش مبسوط، وتحاول تسعى وتحاول إنك تشوف إيه الخطط اللي عندك وتعمل خطة مجدولة. اعمل لي خطة مجدولة وكل يوم نفذ منها حبة صغيرين. أنا مش طالبة منك إعجاز في العلم، أنا طالبة منك حبة صغيرين كل يوم تحاول تحافظ فيهم على النجاح مهما كنت أنت مضغوط. وما تخليش اللي بيحركك شغفك، اللي بيحركك هي مسؤولياتك، هي إن مسؤوليتي إن أنا أنجح وأوصل لنقطة معينة. ده هيحصل إمتى؟ لما تكتب خطة مجدولة واكتب ورايا ورقة وقلم يا ست الكل، وساعتها هنوصل للي احنا عايزين. مش إننا نبقى كسلانين أو إننا ما نضغطش على نفسنا. قلة تقديرك لنفسك. أنا عارف إن أنا فاشل، أنا أصلاً عملت الموضوع ده 60 مرة وما حصلش حاجة، أنا ما استحقش أبقى في حياتي. كل الحاجات دي بتوقعك،
انت ما بتقدرش نفسك، مستني منين انه نفسك تديك التقدير اللي انت تستحقه؟ لازم تقدر نفسك كويس جدا وتعرف انك تستحق النجاح، ولازم تعرف كويس قوي ان انت لما تدعم نفسك من جوه هتلاقي نفسك بتعرف تشتغل وتصبر على اللي انت بتشتغله وتسعى. احترامك لذاتك هو المفتاح الاول لانك تفتح وتدخل وتنجح. صدقني. خد مني وما ترجعش ورايا. سامعني؟ خد مني وما ترجعش ورايا. الوحش الحقيقي اللي جواك اللي بياكلك هو الماضي. لازم تنسى كويس قوي كل اللي حصل لك، ما تخليهوش يبقى من الحاجات اللي بتوقفك، خليه من الحاجات اللي بتدعمك. احنا كل اللي حصل لنا زمان مش هنسمح له يحصل لنا تاني. لكن لو قعدت تقول أنا ليه حصل لي وهم ضايقوني وأنا كنت زعلان وأنا كنت حاصل لي، هتفضل تعيد ده في كراستك تاني، وكراستك تتملي كلها أحزان، وكل ده هتكتشف إنه من الماضي. أنت اللي اتجرجرت هنا بمزاجك على فكرة، ما حدش شدك، أنت اللي كنت عمال تشد الخيط لحد ما وصلت هنا. فما تشدش، حاول إنك تفهم أنت بتمر بإيه واشتغل على نفسك حتة حتة. طيب أنت قعدتي قطعتيني وما قلتليش أعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ أنت لازم تبدأ بنفسك، تبدأ من جواك. على فكرة كل المعركة بتبدأ جواك، يمكن 90% من المعركة بتبقى جواك. الخوف اللي بيوقفك بيبقى من جواك، والإرادة اللي بتخليك لا تكمل ولا تبدأ دي برضو من جواك. فأنت لازم يكون عندك دايما إرادة، وتعرف إن الحتت اللي أنت بتوقفك تعرف تشتغل عليه. يعني لازم تقعد كده تتكلم مع نفسك، هو أنا إيه اللي بيخليني ما أبدأش؟ وامسك ورقة وقلم واعرف إيه اللي بيخليك ما تبدأش. لو كان الموضوع أدوات فصدقني أنت مش محتاج أدوات، أنت محتاج باور من جواك وتشتغل على نفسك كويس جدا وتبدأ حتى لو أنت مش مستعد. ابدأ بكل ثقة وكأنك شغالة الشغلانة دي من 90 سنة. صدقني ثقتك بنفسك هتخليك أنجح واحد في الدنيا. يعني هتشوف منك نسخة أنت نفسك هتتخض لما تشوفها، هو مين ده؟ معقول أنا نجحت النجاح ده كله؟ ساعتها بس هتبقى واحد ناجح مكسر الدنيا، محدش كان متخيل إنه يعمل كده، بس أنت الوحيد اللي بيتعمل. اوعى تسمع منهم لما يقولولك هو أنت معقولة هتنجح في الحتة دي؟ أصل أنا مش شايفاك هنا، مع إنهم ما شافوك. اشتغل على نفسك، أنت شوف نفسك، حب نفسك، اقف جنب نفسك. صحابك هم نفسك مش حد تاني. الداعم الأول ليك نفسك. نصيحة اللي أحب أقولها لك، اسمع كل فيديوهاتي وهتبقى في حتة تانية، ولايك وشير وكتير، وبس كده. باي باي.